السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم خواتاتي في الفيديو تاع اليوم، فيديو تاني رمضاني كما عودتكم هاد الايامات. راني في سلسلة وصفات رمضان. اليوم ان شاء الله حسب الطلب تاعكم درت لكم تحلية بدون فرن، تحلية سهلة مهلة توجد يعني في وقت قصير وتقدي توجديها انتي ولا اي مبتدئة وحدة عمرها ما دارت تحلية تقدر تديرها. نبدو بالكريمة اللي غادي نديرو فيها كاس غابرة شونتي مع كاس قل ربع ماء على حرارة الغرفة. نطلعهم مليح مليح بالباتور حتى تحصلوا على كريمه شاده روحها. نزيد لها علبه كبيره من البتي سويس ولا الجبن الطري والطازج، يعني فروماج ريجيم بلوتو. بعدها نزيد نطلع غايه معاهم يعطيني ذوق شباب وتنقص لي الحلاوه. هذا باش نعوضوا الماسكاربون، يعني قلت لك حاجه سهله واقتصاديه. نجيبوا هاد لي بودوار ونغمسوهم في القهوه. هذا بالنسبه للتيراميسو الاول. نديروا لي بودوار في القهوه ونستفوا كطبقات تحت. انا درت هاد لي كلوش الكبار، تقدري ديري في هذاك اللي راني حطاته كمشروع، في هذوك لي بول اللي راهم يتباعوا باش تخدميها كمشروع. تقدري ديريها في لي ميني فيغين ولا في بلا كبير، يعني تكون بحجم عائلي. درت هذيك الكريمه، عاود زدت طبقه من التيراميسو المغمس في القهوه، زدت طبقه من الكريمه تاع الجبن، ومن بعد غطيت تاني بالتيراميسو المغمس في القهوه، والتاليه كاع غطيت بهذيك الكريمه. يعني درت 3 طبقات من لي بودوار و3 طبقات من الكريمه. وكما قلت لكم تقدروا تخدموها في هذه اللي تبغي تخدمها كمشروع. نروحوا للنوع الزاوج، نحتاج نفس المكونات ولكن نغيروا القهوه بالحليب. نروح نجيب هذاك لي بودوار نغمسهم في الحليب اللي يكون بارد، وندير تاني طبقه من تحت نستفهم كاع هكا. شفتوا شحال سهلين؟ سهله بزاف، قادره حتى بنتك اللي تكون عندها 13 عام ولا 14 عام تخدمها لك للسهره الرمضانيه ان شاء الله. ندير طبقه من الكريمه تاني. من بعد نجيب الفريز اللي كنت قطعتها شرائح طويله وغادي نديره كاع في الاطراف هكا باش يعطيني هذاك ليفي تاع الفريزي. نستف كاع هذيك لا فريز تاعي لا مقطعه شرائح بالطول، نستفها في هكا في الاطراف تاع الفيغين تاعي ولا تاع البلا تاعي. نعاود نجيب هذاك لي بودوار نعاود نشمخهم في الحليب ونزيد طبقه من الكريمه. بعد كنت مقطعه تاني شويه تاع الفخاز قطع مكعبات هكا صغيره، نديرها هنا كطبقه في الوسط ونعاود نغطي بلي بودوار المشربين. لازم نشربوهم سينو يجونا قاصحين. تقدروا تعوضوا لي بودوار باي بسكوي عندكم يكون منزوع الكريمه ولا ما فيش لا كريم الداخل، ولكن لي بودوار عندهم ذوق رائع بزاف زعما. من بعد نغطي كل شيء بلا كريم اللي بقات لي. ونفس الشيء تاني تقدروا تخدموه في هذوك العلب التجاريين. هنا نسقدها غايه نملس السطح تاعي. والتزيين تاع التيراميسو درت تزيين كلاسيكي، رشيت عليها الكاكاو والاخرى زوقتها بلي فريز من الفوق. شوفوا هنا رشيت عليها هكا، حاجه سهله مهله وما تشدش الوقت. كنتوا بزاف في الانستغرام طلبتوني باش نعطيكم تحليه تكون بدون فرن وتكون سهله واقتصاديه. راني حاولت ندير لكم هذه، يعني هذه ولا اسهل منها ما كانش. تقدري توجديها في وقفه. زينتهم هكا وكان هذا الشكل تاعهم النهائي. حبيبتي ديروا لنا جيم وابوني هنا في القناه، طلعوا لنا القناه شيرات رانا عاد نطلعوا فيها. بارطاجوا الوصفه مع صحاباتكم وروحوا زوروني على مواقع التواصل سافورا كويزين، انستغرام، تيك توك وفيسبوك. غادي تلقوا بزاف وصفات ولي ستوري اللي تستفادوا منهم. سلام.